أنا المعتقل السياسي أحمد شاهد الذي قضى 25 سنة في الاعتقال السري. عانيت كثيرا ولا زلت أعاني من تطبيق أو تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها في جانب التسوية الإدارية والمالية. في إطار الحركة النضالية اللي احنا واخدين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هذه مدة ديال 21 يوم ونحن معتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل توصيات، من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجوانب كثيرة بما فيها التسوية الإدارية والمالية والسكن والمأدونيات وحتى في شقها السياسي، بما نحن نطالب بتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الجانب الاجتماعي والسياسي. ولهذا نخوض هذا النضال من أجل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وممكن أننا نطور اعتصامنا وندخل في إضراب عن الطعام لأن الأمور لا زالت على حالها. وللتذكير فقد قمنا اعتصام من 2012 ما يزيد على 4 أشهر، وتم يعني حوارنا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أساس أنه ستنفذ التوصيات خلال 2012 أو ما تبقى من 2012، لأننا اعتصمنا في شهر 4 ودوزنا تقريبا 4 أشهر في الاعتصام، وتم إعادنا على أساس أنه سيتم التنفيذ ولكن لم تنفذ. وجاء 2013 وقمنا باعتصام ونحن لا زلنا معتصمين. ولهذا نطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفتح حوار من أجل تفعيل وتنفيذ توصيات الهيئة، لأن الضحايا يعانون معاناة كثيرة. وفي نفس الوقت نطالب الحكومة على أساس أنها تبادر بتنفيذ الملفات اللي هما أمام الطاولة ديال الوزارة الأولى، على أساس أن المعاناة التي يعاني منها الضحايا والاجترار الاعتقال السياسي والمعاناة التي عانوها ولا زالوا يعانونها أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ولهذا نطالب بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.